ايه هي جريمة البلطجة وايه العقوبة اللي وضعها المشرع نص عليها القانون لجريمة البلطجة؟ البلطجة معناها استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر أو إلحاق ضرر بيهم أو بممتلكاتهم. وكمان من صور البلطجة مقاومة السلطات أو منعهم من تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذ القانون، وفي الحالة دي بتكون عقوبة البلطجة الحبس مدة لا تقل عن سنة. أما في حالة ارتكاب جريمة البلطجة من شخصين أو أكتر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو باستخدام أي أسلحة أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو وقعت أعمال البلطجة على أنثى أو شخص لم يتجاوز 18 سنة، في الحالة دي بتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تتجاوز 5 سنوات. وفي حالة اقتران جريمة البلطجة بجناية قتل، في الحالة دي بتصل العقوبة إلى الإعدام. لو عندكم أي فكرة أو موضوع قانوني معين عايزين نتكلم فيه، سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات وأنا هرد عليه. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن المخدرات وعقوبتها في القانون المصري، انتظروه.